السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. النهارده ان شاء الله بلفة جلاش هنعمل حاجه مسكره. لو عايزه تعملي حاجه مسكره وفي نفس الوقت بسيطه ومش هتاخد معاكي وقت خالص، بجد يعني 5 دقايق هتلفيها على طول وتروحي حطها في الصينيه، هيبقى معاكي حاجه مسكره وجميله ان شاء الله من اول مره. بلفة جلاش نص كيلو جلاش. وتقدري ان انت تعمليها بكذا حشوه، وهقول لك برضو في قلب الفيديو ان شاء الله. اهم حاجه زي ما احنا متعودين نسمي بالله قبل اي وصفه، وان شاء الله هتيجي معاكي ممتازه من اول مره. معايا بقى اول حاجه هنبدا بيها الشربات. كوبايتين من السكر مع كوبايتين ميه، نفس الكوبايتين هنحط ميه من الحنفيه عادي، مع عصره ليمون. الليمون بيبقى عصره صغيره جدا علشان ما يبقاش معاكي مزز زياده عن اللزوم، يبقى طعمه حادق شويه، لا، رشه بسيطه جدا هتظبط معاكي الدنيا. لو الشربات بيسكر معاكي هتحطي له معلقه من عسل الكلوكوز، ما بيسكرش خلاص هيبقى زي الفل. شربات الجلاش بيبقى تقيل شويه، ما بيبقاش خفيف. معايا بقى اول حشوه المكسرات، معايا زبيب، معايا جوز الهند، معايا مكسرات سوداني، بندق، يعني المتوفر عندك. بزود كده جوز الهند عشان برضو الحشوه تبقى كتيره معايا. هنربط بقى الكلام ده كله بالشربات. معايا 4 معالق كبار من الشربات اللي احنا عملناه، او فنجان صغير او ربع كوبايه صغيره. المهم المقدار ده كويس جدا للحشوه. هنربط بقى الكلام ده كله كويس جدا. تقدر ان انت لو مش متوفر عندك المكسرات هتجيبي ربع كيلو كنافه، وهنروح حشينها بالكنافه بس، برضو هتبقى ممتازه جدا. نجيب بس الكنافه نقطعها قطع صغيره، عليها حبه سكر بودر، معلقتين زبده، وتقلبيهم في قلب بعض، هتبقى برضو حشوه موفره جدا. معايا بقى لفه الجلاش اللي احنا قلنا عليها، ده نص كيلو. هنفردها كده، هناخد منها 5 ورقات، يعني 5 ورقات بس في الاول. هي بتبقى حوالي 15 ورقة، هناخد 5 في كل مرة. أهم حاجة نغطيها علشان ما تنشفش معاكي. هنجيب بقى أول 5 كده ونروح مقطعينهم بالطول 3 وبالعرض 3. سهلة كده، مفيش أسهل من كده، تعمل معاكي على طول. نروح بس مقطعينها كده و يعني موسعينها عن بعض كده، علشان تعرفي تتحكمي فيها وتعرفي ان انتي تلفيها، مفيش واحدة تخش على التانية. ومعايا بقى الحشوة، نروح بقى حاطين الحشوة بتاعتنا كده. اهم حاجة بقى وانت بتحطي الحشوة كده تحطيها في النص، وتحطي كمية كويسة، علشان لما تيجي تبرمي الجلاش تبقى برضو ما تبقاش فاضية من جوه، وبرضو ما تبقاش من على الحروف تقع منك في قلب الصينية. معايا بقى رشة كده من السمنة او من الزبدة. تقدري قبل ما تحطي المكسرات تروحي حاطة الرشة دي على ورقة واحدة بس. طبعا فيها وفر برضو للزبدة جامد جدا، يعني مش كل بقى ورقة هتحطي فيها، لا، هي مرة واحدة كده وتروحي لفها. بصوا بلفها، بحاول ان انا ادمكها كويس في اول مرة علشان تبقى ملفوفة كويس. رشة بس كده من الزبدة او من السمنة، نكون مسيحينها علشان ما تاخدش كمية كبيرة، يعني برضو لما تكون السمنة بتاعتك سايحة مش هتاخد يعني مش هتاخد كمية كبيرة وانت بتعمليها بقلب الفرشة، مش هتاخد بقى معاكي ثواني، على طول لف لف كده على طول، وتروحي حطاها في صينية مدهونة بالسمنة، مدهونة كويس، تكوني حاطة شوية سمنة كويسين كده، معلقتين كبار، وتروحي حطاهم عليها. شايفين بنلفها بالطريقة دي، مفيش اسهل من كده. ما شاء الله هتخلصيهم على طول وهيديكي كمية حلوة قوي. طبعا دول مش اللفة كلها، يعني انا عملت كذا واحدة كده منها وعملت الباقي. اهم حاجة عشان احنا مش حاطين بقى فيها سمنة من جوه، لازم كده نديلها رشة من فوق كويس. يعني الموضوع ده كله هياخد معاكي حوالي نص كوباية من السمنة، وهتبقى معاكي خطيرة. طبعا بتخش الفرن في الرف اللي في النص، بمجرد كده ما تاخد لون ذهبي حلو من تحت تروحي شغاله عليها الشوايه. تطلع بقى، اول ما تطلع وهي سخنه تروحي حاطه عليها الشربات بتاعك. زي ما قلت لك، لو الشربات بتاعك بيسكر ولا حاجه بتحطي له معلقه عسل كلوكوز وهو بيغلي على النار، هيبقى معاكي ممتاز جدا. مع كيس فانيليا بعد ما نخلص الشربات هتبقى معاكي ممتازه. الشربات بيبقى بارد وبتحطيه، الجلاش بيبقى لسه طالع من الفرن. لو انت عايزه الجلاش تبقى طري شويه بتخلي الشربات بتاعك دافي،
يعني الشربات بتاعك يبقى دافي كده شويه، ميبقاش ساقع قوي او بارد قوي. هتبقى معاكي برضو طريه من جوه ومقرمشه من بره، حاجه بسيطه. اتمنى بجد ان انتوا تجربوا الوصفه، لان الوصفه سهله جدا ومش هتاخد معاكي وقت، وبلفه جلاش واحده زي ما قلت لك تقدري ان انت تعمليها بكنافه بس، لو انت المكسرات مش متوفره عندك، وهيبقى لونها جميل. شايفين ما شاء الله. اهم حاجه بس ان انت تقفي جنبيها وهي لو ولعتي الشوايه علشان ما تتحرقش منك. مع السلامه، متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك.